تعالوا بقى نعمل النهاردة فطار مع بعض كده بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات بسيطة جدا، مش هتكلفنا خالص. شايفين الجمال والقمر اللي احنا شايفينه ده؟ تعالوا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملنا ازاي. انا عندي قوانص، ايوه دي قوانص، هعملها معاملة اللحمة المفرومة بالظبط. دول كيلو الا ربع بعد ما شلت الدهن اللي فيها، يعني اللي حابب يشيل الدهن يشيله، بس بصراحة بيبقى افضل. تمام كده، هقطعها بقى تقطيع صغير زي ما احنا شايفين عشان اسهل الفرم بتاعه في الكبة بتاعتي. هفرمها كويس قوي في الكبة، ومش هتاخد وقت. بسم الله ما شاء الله، شايفين الكبة بتلف بسرعة وبسرعة بتتفرم معايا. اظن الشكل كده بقى لحمة مفرومة. طبعا لازم نغسلها غسيل كويس جدا جدا قبل ما نعمل فيها اي حاجة، عشان ما يبقاش فيها اي زفرة ولا اي حاجة عندنا، وما تقلقوش النتيجة حلوة جدا. دي نص كوباية من البرغل، انا نقعتها زي ما انتم شايفين وصفتها وحطيتها. عندي دي ليا، حطيت كده شوية دهن من الليا، او لو في دهن لحمة عادي عشان نديها طعم اللحمة بقى. بصلاية طبعا انا بشرتها وعصرت المية بتاعتها وحطيتها. حطيت شوية بابريكا، شوية فلفل اسود، شوية كزبرة. ودي بهارات كفتة، توابل كفتة بجيبها من عند العطار، لو مفيش بلاقي الاكياس اللي هي الجاهزة في المحلات عادي. ظبطت الملح بتاعي، حطيت نص معلقة كبيرة كده حلوة، وحطيت معلقتين بقسماط من باب ان هما يمسكوها معايا ما تبقاش طرية. ممكن بديل البقسماط دقيق او نشا. طبعا المكون اللي مش هستغنى عنه ابدا البيكنج باودر او الكربوناتو، يعني اللي موجود هنستخدمه. انا حطيت نص معلقة كبيرة من البيكنج باودر. هعملها بقى كمان مرة في الكبة عشان الأنسجة بتاعتها بقى تظهر معانا زي ما احنا شايفين كده. بعد كده بقى هحط لها كمان شوية من البقدونس وهقلبهم فيها، وهدخلها التلاجة ترتاح معايا مش اقل من نص ساعة عشان اعرف اصبحها معاكم. بعد كده بقى انا عندي مية البصل اللي انا عصرتها في الاول، حطيت عليها معلقة من الزيت، شوية ملح وفلفل اسود، ومعلقة صلصة او عصير طماطم المتاح استخدمه. بعدين ابتديت اصبحها. هصبحها بقى على معلقة من المعلقة او بالخلة زي ما احنا شايفين. المتاح بالنسبة لي، هي متماسكة جدا زي ما احنا شايفين كده وحلوة جدا. طبعا انا لو صبعتها كمان على شبكة اللي هي شبكة الفرن او اي شبكة موجودة عندي، النتيجة كمان هتبقى افضل من الصينية. حلو كده، دخلتها على فرن ساخن وسبتها لمدة 10 دقايق كده بعد ما دهنتها زي ما انتم شايفين. مشغله الفرن من تحت ومشغله الشوايه من فوق على نار ما تكونش عاليه قوي. وبعد 10 دقايق طلعتها، وحبيت ان انا اعمل معاكم الخطوه دي اهو. طلعتها بعدها ب10 دقايق ودهنتها تاني ودخلتها الفرن. ده شكلها بقى بعد ما طلعت بعدها ب10 دقايق. شكلها حلو جدا وريحتها كانت جميله، النتيجه كانت تحفه، وجربوها مش هتندموا ابدا. طبعا اللي هي مدياها طعم حلو جدا كانها لحمه بالظبط. انا كمان حطيت لها فحمه كده عشان تديها ريحه الشوي. الطعم والريحه حلو جدا. شايفين الجمال بقى يا جماعه؟ بسم الله ما شاء الله. لو الفيديو بقى عجبكم تنسوناش في اللايك والشير والمتابعه عشان يوصل لكم كل جديد.